تعال اقول لك على خطة اللعب اللي المفروض النادي الاهلي يلعب بيها ان شاء الله بكره امام سان داونز في جنوب افريقيا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لي سبسكرايب، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. النادي الاهلي بكره ان شاء الله عنده مباراة مهمة جدا مع سان داونز في جنوب افريقيا، ولا بديل عن الفوز، ان نادي الهلال السوداني عنده 9 نقط وهو متصدر المجموعة، فلازم النادي الاهلي يفوز على سان داونز باي نتيجة عشان يبقى عنده في رصيده 7 بونت. بعد كده هيقابل القطن الكاميروني في الكاميرون، وان شاء الله هنكسبه لان القطن الكاميروني فريق عادي، ويبقى عندنا في رصيدنا 10 نقط، ويبقى عند الهلال السوداني ان شاء الله 9 نقط، لان كده كده الهلال السوداني عنده مباراة مع سان داونز، وسان داونز كمان هتكسب لان المباراة عندها في جنوب افريقيا، فهيثبت الهلال السوداني عند ال9 بونت، وهيبقى انت كمان عندك 10 بونت، وهيبقى عندي سان داونز برضو 10 بونت. بعد كده هتلاعب الهلال السوداني هنا في القاهرة وهتكسبه، يبقى في رصيدك 13 بونت وهتبقى متصدر المجموعة كمان. صديقي لو حصل عكس ذلك فالنادي الاهلي اعرف انه خارج البطولة، لان النادي الاهلي لو خسر من سان داونز هيبقى الهلال السوداني عنده 9 بونت، وهيبقى عنده مباراة مع الاهلي وسان داونز، ممكن الهلال السوداني يفاجئنا ويكسب سان داونز، فاحنا مش عايزين نخش في الحسابات دي. فلازم كولر يلعب بطريقة دفاعية امام سان داونز في جنوب افريقيا. فالتشكيلة ان شاء الله تكون محمد الشناوي، وعلى اليمين محمد هاني، واتنين قلب دفاع هو ياسر ابراهيم وعبد المنعم، وعلى الشمال علي معلول، ويلعب قدامهم حمدي فتحي، ويلعب بثلاثة نص ملعب، يلعب احمد القندوسي في نص الملعب على اليمين عشان يداري مع محمد هاني، يلعب في نص الملعب على الشمال مروان عطية عشان يغطي برضه مع علي معلول، يلعب بديانج خط نص ارتكاز، بيرستاو وطاهر محمد طاهر مهاجمين. النادي الاهلي عنده غيابات مؤثره بالجمله زي حسين الشحات وعبد القادر وكهربا ومحمد شريف وعمرو السوليه وكمان خالد عبد الفتاح، ففي غيابات كتيره في النادي الاهلي.